السلام عليكم. هنبدأ معاكم النهارده مطبخ اسماعيل. هنخبزه الجزء الثاني من العيش. احنا عارفين احنا عملنا عيش قبل كده، بس احنا هنعمله جزء ثاني. ده كيلو دقيق، عليه معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر ورشه ملح، يعني حوالي نص معلقه صغيره ملح. هنكبه كله هنا، مش هنعمل خمر ولا حاجه. وهنعجن بالميه، هنحط الميه زي ما انا دايما بقول ان الميه حسب العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هعجنه طري شويه عن المره اللي فاتت، يعني هعجن عجنته طريه حبه ونشوف هو هيعمل معانا ايه. هكمل عجن وارجع لكم تاني. بصوا انا بقالي دخلت في ربع ساعه بعجن فيها عجن جامد شويه عشان خاطر تديني الشكل ده. انا عاملاها طريه اكتر. بصي يا طريه ازاي، بس انا عجنها جامد. بقالي ربع ساعه فعلا بعجن فيها. هنلموها دلوقتي وهنرجع نشوف في العجن لما تخمر هوريها لكم تاني هي وصلت لايه. السلام عليكم يا جماعه، رجعنا تاني بعد ما عجنا العيش اهو خمر قدامكم تمام كده. هاخد شويه دقيق كده ونقطع بيه زي ما انتم شايفين اهي. هنعمله العيش تاني ماشي، خليكم معانا كده. وعلى فكرة عايز اقول حاجة مهمة. انا النهاردة نزلت عشان اجيب عيش، ما عرفتش اجيب عيش. طب اعمل ايه؟ جبت دقيق وقلت برضو ايه اعجنه. تمام، هنخلصوه ان شاء الله. انا بوريكم بس كده ايه الخمر بتاعه. واهم حاجة يكون الدقيق من نوع كويس. النوع كويس هيرمي معاك عيش زيادة وهيخمر اوان وما يتعبكش. تمام، هخلص بس تقطيع وارجع لكم تاني بعد ما افرده وتشوفوه ان شاء الله. ماشي، يلا. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي دول اهم قرصناهم تمام بعد ما قطعناهم، يعني دول 14 15 رغيف بخمس كوبايات، يعني يعتبر قد ايه كده؟ ها؟ بصوا يا جماعه، احنا رجعنا تاني بعد ما قطعناهم اهم تمام. وطبعا انا ايه بفرد العيش. تمام، انا هاخد كده على طول اهو قدامكم. حلو، اهو الرغيف اهو معايا اهو زي ما انتم شايفين. هدخله الفرن وبعد ما اخلص الفرد ان شاء الله هرجع لكم تاني واوريكم شكل العيش ايه. هو بيستوى. بص قلبه جميل ازاي اهو. بص كده كده يا جماعه بعد ما هو في الفرن. اهم حاجه الدقيق وجوده الدقيق برضه. بصوا يا جماعه، يعني خلاصينه وهنصوروه في الاخر. ده لسه طالع من الفرن، لسه سخن اهو. بص قلبك ازاي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا رب. ندخله يستوي كمان شويه. يلا روح. ما خلصنا اهو العيش بعد ما خلص. بص هو لسه طالع من الفرن، لسه ما فضاش، لسه قابل. على فكره احنا عملنا رغيف برغيفين اهو زي ما انتم شايفين اهو، اللي هو الكبير ده. بص انا هقطع لكم ده قدامكم. بص جوده العيش اهي، افتح ده كده. جوده العيش اهي. بص من جوه عامل ازاي. هفتح لكم واحد بسم الله الرحمن الرحيم. يكون مطفي، مش هفتح لكم القابل كمان. ايه ده شكل ده قابل معروف ان هو مفتوح من جوه. شايف العيش من جوه؟ خدي ده كمان. شايف العيش من اهو جوه؟ العيش اهو. على فكره دول 5 كوبايات دقيق، يعني تعتبر بنقول كيلو الا ربع دقيق. مش كيلو الا ربع، هو كيلو خدنا منه كوبايه واحده عشان نعمل منها نقطع منها، هيبقى 5 كوبايات، لان هو الكيلو بيعمل 6 كوبايات. خدنا كوبايه، الكوبايه اقل من ربع شويه. اهو بص العيش كله عامل ازاي.
يعني هو يعتبر كيلو زي ما انا قلت لكم، بس خدت منه كوبايه للتقطيع، فيعتبر يعني ايه الكوبايه اقل من ربع شويه، مش ربع كامل، بس العيش كله كده. ده بقى البوب بتاعهم، عشان اسماعيل قرر يعمل رغيفين كبار، عمل 2 كبار. يعني اتنين، واحد في اتنين يا جماعه. اسماعيل عمل 2 كبار. اهم اللي انتوا شايفينه ده، انا عملت رغيفين، يعني رغيف في رغيفين اللي هو الكبير ده، او زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا يا جماعه ده رغيف كوب. وعلى فكره عايز اقول حاجه، بص ممكن لو انتوا عايزينه مقمر مثلا، عيش مقمر، العيش دوت لو الفرن سخن ورميته جوه الفرن زي ما هو هيطلع معاك مقمر، وتعمل وتعمله في وقت تعمل اللي انت عايزه. تقدر تعملي سندوتشات عيش، والسندوتشات العيش كله اهو للمدارس اهو اهو. ده يا جماعه 5 كوبايات دقيق، عليهم معلقه سكر كبيره ومعلقه خميره كبيره ورشه ملح، والميه سخنه وبس، على كده ميه دافيه. زي ما انتوا ميه شايفين دافيه، مش لا في لبن ولا في اي حاجه. ميه وملح وخميره بس. صوروا بقى كام صوره كده.